أهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس علم الأحياء الصف التاسع. درسنا اليوم عم نحكي عن وظائف التغذية، رح نحكي عن الهضم لدى الإنسان. رح نتناول بهذا الدرس السبيل الهضمي. لنشوف شو تعريف السبيل الهضمي. السبيل الهضمي هو قناة عضلية يتم فيها هضم الطعام وامتصاصه ويمتد من الفم إلى الشرج. شو نفهم من هذا الكلام؟ إنه الفم، البلعوم، مري، معدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، الشرج، هدول كلياتهم عضلات. تمام؟ فعم يقولولنا السبيل الهضمي هو قناة عضلية، تمام، يتم فيها هضم الطعام وامتصاصه ويمتد من الفم إلى الشرج. بمعنى آخر إنه عم يقولولنا إنه السبيل الهضمي هو قناة عضلية. طيب نحنا نتذكر أنواع العضلات، فينك تعدد لي إياهم؟ تمام، في عنا عضلات ملساء حشوية، في عنا مثل موجودين بالمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة، في عنا هذا النوع هو الموجود بالجهاز الهضمي. تمام، كانت هدول لا إراديات. ماشي، السبيل الهضمي هو عبارة عن قناة عضلية. لما يقولنا عضلية، إذا إجاك سؤال، العضلات الموجودة في السبيل الهضمي هي عضلات مثلا مخططة إرادية أم عضلات ملساء لا إرادية أو حشوية؟ شو رح يكون الجواب؟ حشوية بالتأكيد. ليش؟ لأنه كانت هدول أفعال لا إرادية. تمام، هلأ خلينا نبلش بالدرس. أول شي حكينا تعريف السبيل الهضمي. السبيل الهضمي هو قناة عضلية يتم فيها هضم الطعام وامتصاصه ويمتد من الفم إلى الشرج. بيجينا سؤال، مما يتكون السبيل الهضمي؟ منقول يتكون السبيل الهضمي من فم، بلعوم، مري، معدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، والشرج. هدول هن أجزاء السبيل الهضمي. بيجينا سؤال تاني، ما هي أقسام الجهاز الهضمي؟ طيب يا أنسي، مو السبيل الهضمي نفسه جهاز هضمي؟ لا، ما نفس الشيء. السبيل الهضمي هو طريق مرور اللقمة. تمام، هذا هو السبيل الهضمي. أما الجهاز الهضمي هو السبيل الهضمي مع الغدد المفرز. طيب مين هنن؟ هو الكبد والبنكرياس. تمام، فشو بيقولوا لنا؟ عدد مكونات الجهاز الهضمي. شو بدنا نجاوب نحن؟ بنجاوب انه يتكون الجهاز الهضمي من السبيل الهضمي والغدد الملحقة. هلا رح نبلش ب بداية اللقمة. هلا انت اخذت لقمة من خبز، رطبتها بلعابك، بلعتها عند البلعوم، انتقلت على المري، المعدة، أمعاء دقيقة، أمعاء غليظة، ثم الشرج. فرح نعرف نحن شو بصير باللقمة من أول ما تبدأ لحد ما تنتهي. فمن البداية من عند الفم هيك رح ننتقل الطريق كله رح ندرسه. فيلا نبلش. أول شي رح نبدأ بالفم والأسنان. تمام، وين الفم بالصورة؟ هون ليكو. تمام، هذا هو الفم. فرح نبدأ أول شي بالفم والأسنان. الفم والأسنان، بيجينا سؤال، ماذا يحتوي الفم؟ منجاوبه يحتوي الفم. هلأ أنت كإنسان عندك، يعني كإنسان أنت عندك أشياء موجودة بالفم. تمام، أول شي في عنا أسنان، في عنا لسان، في عنا غدد لعابية. طيب خلينا هيك نستنتج تعريفها. أسنان شو هي وظيفتها مثلا؟ لسه انت مالك اخذ درس، بس عم اقولك انه انت فينك تستنتجي تعريفه من حياتك اليومية. انت شو بتستخدم اسنانك؟ تستخدمهم لتقطيع الطعام اجزاء صغيرة. طيب اللسان لتحريك الطعام والمساعدة على النطق. عنا غدد لعابية للمساهمة في عملية البلع وترطيب الطعام. هاي بالنسبة لماذا يحتوي الفم. بيقولونا مثل ما حكينا هلأ السؤال، ماذا يحتوي الفم؟ أسنان، لسان، غدد لعابية. هلأ أول ما يخلق الطفل الصغير أو طفل الرضيع بيكون في بيبلش بسن تقريبا 8 أشهر من 6 أشهر ل 8 أشهر ببلش في عنا أسنان صغيرة بالنمو. ماشي، فهي الأسنان بنسميها الأسنان اللبنية. ماشي، أسنان اللبنية. هي الأسنان اللبنية بتظهر مع الغذاء الرئيسي للطفل واللي هو الحليب اللبن. فبيجينا تفسير، علل تسمية الأسنان اللبنية بهذا الاسم. شو بدنا نجاوب بهي الحالة؟ بنقول
عم يسألونا أنا ليش سموها بالأسنان اللبنية؟ لأن ظهورها يتوافق مع الغذاء الرئيسي للطفل وهو الحليب اللبن. تمام؟ يعني شلون رح يجينا صيغة السؤال؟ رح تجينا صيغة السؤال: ماذا يحتوي الفم؟ وعلّل تسمية الأسنان اللبنية بهذا الاسم. بنقول يحتوي الفم على أسنان، لسان، غدد لعابية، ونحط فاصلة لأنه السؤال له شقين، لأن ظهورها يتوافق مع غذاء الرئيسي للطفل وهو الحليب اللبن. تمام؟ عشان هيك يسمون الأسنان اللبنية. هلأ ننتقل على الفقرة اللي بعدها أو السؤال اللي بعده. هون في عنا نوع من كل نوع من أنواع الأسنان، ورح نعرف متى يبدأ ظهورها، ورح نعرف شوي أشياء عنها. أول شي رح نبدأ بنوع الأسنان. هلا أول ما يخلق الطفل بيبلش عنده نمو الأسنان اللبنية. تمام؟ الأسنان اللبنية هي أسنان التي يمتلكها الطفل من سن 6 إلى 8 أشهر. إذن عن نوع الأسنان، العمر الذي تظهر به هذه الأسنان، العدد، التوزع. أول شي نوع الأسنان هي أسنان لبنية. العمر الذي تظهر به هذه الأسنان من 6 إلى 8 أشهر. العدد 20 سنا. طيب تعالوا نشوف ال20 سن كيف رح يتوزعوا بالفكين العلوي والسفلي. توزع. هلا هون بدك تركزوا شوي. إذا قالوا لك بالفك واحد في عنا 4 قواطع، نابين، و4 أضراس. هاد بفك واحد. ما عم نقول بالفكين. إذا بالفكين رح نقول 8 قواطع، 4 نابات، و8 أضراس. أما بفك واحد عم نقول 4 قواطع، نابان، و4 أضراس. ليش؟ مثلا عم يقولون عدد كل الأسنان هو 20. فإذا قلنا إنه 4 قواطع هي 4، زدنا عليهم نابين صاروا 6، وردفنا على 4 أضراس صاروا قديش؟ صاروا 10. فمعقول الطفل الرضيع ما عنده غير 10 أسنان؟ لا، مكتوب عنا 20. فلك لازم نحن فورا نعرف إنه لما يقولوا لنا 4 قواطع، نابان، 4 أضراس، قصدهم بفك واحد. ماشي؟ هلا هي بالنسبة ل متى يبدأ ظهورها والعدد والتوزع. هلا لما يبلش عنا الطفل يصير بحدود العمر 6 سنوات 14 سنة تقريبا، ببلش في عنا نمو الأسنان الدائمة. فنوع الأسنان الدائمة. العمر التي تظهر فيه هذه الأسنان من عمر 6 سنوات ل 14 سنة تقريبا. تمام؟ هي بداية الأول الرضاعة ببلش الطفل الأسنان اللبنية بتصير تهر، ويطلع بعدين عنا الأسنان الدائمة. بيجينا هون سؤال واللي هو: فسر تساقط الأسنان اللبنية بعد سن 6 سنوات حتى سن 14 تقريبا. من هذا الشرح شرحته شو رح يكون؟ الجواب: نتيجة نمو براعم الأسنان الدائمة تحتها. تمام؟ فإذا بنعيد نوع الأسنان الدائمة. العمر اللي تظهر فيه من 6 ل 14 سنة تقريبا. عددها بيكون 28. تمام؟ يعني نضاف عنا 8 أسنان. لنشوف شو هن. بصير في عنا التوزع كالشكل الآتي: في فك واحد فقط، بدكم تركزوا على هاي الشغلة، 4 قواطع، نابين، 4 ضواحك، 4 أضراس. طيب أنسى كيف بدنا نحفظهم؟ أنت بس احفظ الأسنان اللبنية بسهل عليك الأسنان الدائمة، بحيث إنه الأسنان اللبنية شو هن؟ 4 قواطع، نابين، و4 أضراس. طيب لما صار عنا أسنان دائمة شو صار؟ شو نضاف؟ نضاف ل4 ضواحك. شو بصير التوزع؟ 4 قواطع، نابين، 4 ضواحك، 4 أضراس. تمام؟ هلأ ننتقل نوع آخر من الأسنان، واللي هو أسنان الدائمة المكتملة. تمام؟ فبعمر 16 18 سنة تقريبا يبدأ ضرسان أخيران بالظهور في كل فك، وتسمى أضراس العقل. فيصبح عدد الإنسان الدائمة المكتملة 32 بقصد 23 سوري 32، وأحيانا لا تظهر أضراس العقل أبدا. إذن بعمر 16 18 سنة تقريبا يبدأ ضرسان أخيران بالظهور
في كل فك، وتسمى أضراس العقل، فيصبح عدد الأسنان الدائم والمكتمل هو 32 سن. وأحيانا ما بتظهر هي أضراس العقل أبدا، تمام؟ يعني هي الأضراس تظهر فقط أحيانا بين عمر 16 و 18 سنة. وقتها خلاص بصير عنا أسنان دائمة مكتملة، ماشي؟ يعني بصير عددهم كامل، واللي هو 32 سن. هلا بيجينا مثل قارن، بدنا نقارن بين مثلا الأسنان الدائمة المكتملة والأسنان اللبنية أو الأسنان الدائمة. فهيك بيجينا صيغات السؤال مثلا نقارن بين الأسنان الدائمة المكتملة والأسنان الدائمة. فهيك يعني بصير في عنا مثل أوجه مقارنات، فهيك لازم نكون إحنا حافظينهم. بيجينا مثلا قارن بين الأسنان الدائمة المكتملة والأسنان اللبنية من حيث مثلا العمر اللي تظهر فيه والعدد والتوزع، تمام؟ فهيك لازم نكون إحنا حافظين كل شي وباصمينه وفاهمينه. هلأ تعرفنا نحنا إنه الفم بيحتوي على أسنان ولسان وغدد لعابية وإلى آخره، وعطينا تعاليل وحليناهن. هلا رح نعرف نحنا بنية السن شو هي بنيته. مثل ما نحنا عنا العظام إلى بنية، ماشي؟ عنا مشاشتين، جسم العظم والنتوء، تمام؟ وبنية السن كمان إلى عنده أشياء بتألف منها، واللي هي تاج السن وجذر السن. هاد تاج السن وهذا جذر السن، بيناتهم منطقة متوسطة تدعى عنق السن، تمام؟ فبيجينا سؤال، ما هي بنية السن؟ يتكون السن من تاج السن، جذر السن، وعنق السن. هلا بالكتاب كمان عاطينا تعريف لتاج السن لازم نحفظه. هو جزء يبرز خارج اللثة. طيب كيف أنا بدي أفهم هذا الشيء؟ مثلا عنا هاي لسه هون، تمام؟ هيك هاي لسه، هذا الجزء الخارج بنسميه التاج. فش رح يكون تعريفه؟ تاج السن جزء يبرز خارج اللثة. أما في عنا تعريف لجذر السن، بيجينا عرف جذر السن جزء لا يظهر ويكون مغروسا في اللثة بقوة. إذن ورد معانا تعريفين خلال هاي الفقرة. عرف تاج السن جزء يبرز خارج اللثة. عرف جذر السن جزء لا يظهر ويكون مغروسا بقوة في اللثة. هلأ رح نتعرف عن بنية السن. رح نحكي عن بنية السن، الطبقات اللي بتشكل السن الكامل، تمام؟ فمثل كمان العظم، في عنا السمحاق، نسيج عظمي كثيف، عنا قناة فقرية، القناة مركزية، نقي عظم، هدول كلاتهم نسميهم بنية العظام. فهلا رح نعرف بنية السن من الخارج للداخل. هلا في عنا مثل ما حكينا بتألف من قسمين، تاج السن وجذر السن. فتاج السن بغطيه طبقة اسمها المينا. المينا هي طبقة قاسية لامعة تغطي التاج وتحميه. بيجينا سؤال، ما هي وظيفة المينا؟ تغطية التاج وحمايته. عرف المينا، طبقة قاسية لامعة تغطي التاج وتحميه. بيجينا سؤال، عدد طبقات تاج السن، مينا، عاج، لب السن. هيك نكون خلصنا مثلا السؤال. فهيك بده يكون إجابتنا فورا دقيقة واضحة مشان تضمن العلامة التامة إن شاء الله بالعلوم. فالمينا هي طبقة قاسية لامعة تغطي التاج وتحميه. تحت المينا في عنا طبقة اسمها العاج، ماشي؟ العاج شو هو؟ هو طبقة يلي المينا ويشكل الجزء الأكبر من السن وفي وسطه قناة السن. لب السن نسيج يملأ قناة السن يحتوي على شعيرات دموية وأعصاب. طيب لما تروح عند دكتور أسنان أحيانا بيختلف يعني قيمة المبلغ اللي رح تدفعه بحسب نوع الضرر. إذا كان السوس واصل للعاج للب السن، فوقتها بيختلف التكلفة، تمام؟ فنفس ليش؟ لأنه لما يوصل عند لب السن بيحتوي أعصاب، فبيبلش يأثر، فليك بيكون سعره أغلى شيء. فليك المهم
بيجينا سؤال مثل ما حكينا، عدد طبقات تاج السن، نقول مينا، العاج، لب السن. نعرف لب السن، نعرف العاج، عرف المينا، هدول كلاتنا لازم نكون حافظينهم. طيب خلينا نعيدهم آخر مرة. المينا هي طبقة قاسية لامعة تغطي تاج السن وتحميه. العاج يلي المينا ويشكل الجزء الأكبر من السن وفي وسطه قناة السن. طيب لب السن شو هو؟ هو نسيج يملأ قناة السن ويحتوي على شعيرات دموية وأعصاب. هلأ هيك نكون حكينا عن طبقات المحيطة بتاج السن. هاي رح نحكي عن طبقات موجودة بجذر السن. في عنا بس طبقة واحدة موجودة معاكم بالكتاب هون، واللي هي الملاط، واللي هي طبقة تغطي